مرة أخرى السلام عليكم. اليوم ما كاش نكتة للأسف الشديد. كل مؤسسات الدولة أصبحت محل التنكيت، دونك لا داعي للنكتة أو للنكت. تصريح قصير فقط يليه قراءة بيان ثم تدخل ممثل الأساتذة المتعاقدين. التصريح كما قلنا سابقا، عارضة المطالب هي نفسها منذ 2003 أو أكثر، والتصريح لا يختلف كثيرا عن التصريحات السابقة ما دام نفس المسؤولين على رأس مديريات التربية والمؤسسات التربوية. فما سيناريو تغيير الأشخاص إلا فولكلور، لأنه لا يتعدى ترقية مفسد أو تحويله من ولاية إلى أخرى دون حساب ولا عقاب ولا تسليم للمهام. لكن نريد فقط الإعلان للرأي العام لأبنائنا التلاميذ وأوليائهم، ونحن أولياء، للمجتمع المدني أو ما تبقى منه، للسلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، للهيئات المنتخبة، أن نقابة كنابيس نقابة حوار وأفكار وثقافة وقدرات، ليست نقابة فوضى أو إضرابات فقط أو احتجاز للتلاميذ كرهائن واستعمالهم كدرع واقي، حجرة لمسير المؤسسات التربوية كما يقال، كما يحاول البعض إيهام الرأي العام بذلك. لكن لجوءنا إلى حركات احتجاجية كان بعد رفض الحكومة الاعتراف بالنقابات المستقلة الفاعلة التي أثبتت قدراتها للتعبئة الميدانية وتفضيلها التعامل مع جهاز محنط، وكذا رفضها الاستجابة لمطالبنا التي اعترف بها العام والخاص. تمادي الوزير الأبدي في المماطلة تارة والمغالطة تارة أخرى، والتهديد بالعقوبات المادية والإدارية والأمنية والقضائية. رفض المسؤولين الإداريين حل المشاكل المالية والإدارية العالقة منذ سنوات، التنديد بسوء تسيير المؤسسات التربوية بكل الوسائل القانونية، ولتفنيد كل الادعاءات فإننا سنقدم ملفا كاملا إلى السلطات الأمنية كآخر سلطة ولائية علنا نجدها سندا لحل المشاكل ومكافحة الفساد الذي بدأ يستفحل في المؤسسات التربوية بعد التعفن في المؤسسات الاقتصادية. الملف يتكون من المراسلات التي بعثت إلى مختلف السلطات الإدارية والمنتخبة الوطنية منها والمحلية، العارضات المرفوعة التي تحمل مختلف المشاكل المالية والتربوية والهيكلية التي يعيشها الأستاذ، والتي تعيق السير الحسن للفعل التربوي الذي تراجع في السنوات الأخيرة رغم المحاولات المختلفة لتجميل النتائج المدرسية بشتى الطرق والوسائل. محاضر اجتماعات نعرف أنها فولكلورية هدفها امتصاص غضب الأساتذة والتلاميذ أو ردعهم باستخدام القوة العمومية واللجوء إلى العدالة.
4. وثائق تثبت الفساد في مديرية التربية ولجنة الخدمات الاجتماعية وبعض المؤسسات التربوية. 5. وثائق وأدلة وقرائن تثبت التأثير السلبي للوظيف العمومي والمراقب المالي بالولاية في عرقلة قطاع التربية مقارنة بالولايات الأخرى، فهل نحن في جمهورية أو في إمارة؟ 6. قرارات ومراسلات وزارية ومحاضر لجنة إدماج الأساتذة المتعاقدين والتي لم يحترمها مدير التربية في إدماج الأساتذة المتعاقدين وتعيين المدمجين. من كل هذا نتساءل: إذا كان المسؤول تحميه القوة العمومية والعدالة كلما ضاقت به الأمور، فمن يحمي الأستاذ من تمادي المسؤول عليه؟ عاود لفرنسا عاود. إذا كان المسؤول تحميه القوة العمومية والعدالة كلما ضاقت به الأمور، فمن يحمي الأستاذ من تمادي المسؤول عليه؟ إذا كان المسؤول تحميه القوة العمومية والعدالة كلما ضاقت به الأمور، فمن يحمي الأستاذ من تمادي المسؤول عليه؟ لماذا تعلن حالة طوارئ فقط عندما يطالب الأستاذ والمربي بحقوقهما؟ في الأخير وليس أخيرا، لأن السيناريو سيتكرر دائما ما دام على رأس قطاع التربية قوم صم بكم وهم لا يعقلون. إذا كانت الآية صحيحة إلا من رحم ربه، لأن هناك إلا من رحم ربه، اسمحوا لي، لأن هناك ناس في الدولة وفي الحكومة وفي جهاز الأمن وفي العدالة وفي الإدارة وفي مديرية التربية ناس ما شاء الله، لكن لا حول ولا قوة لهم أمام المافيا الزاحفة في قطاع التربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان ولائي، هذا تصريح درته باسم طبعا مكتب المجلس الولائي. هناك بيان ولائي للمجلس الوطني، يتفضل الزميل بالمجلس الولائي، يتفضل الزميل بقراءته. السلام عليكم. مجلس ولاية بويرة، بيان 27/9/2011. بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2011 على مستوى مديرية التربية والمتمثلة في: 1. احتجاز مخالف للقانون للأساتذة في قاعة داخل مديرية التربية من قبل عناصر من الشرطة. 2. التدخل الغير اللائق لبعض عناصر الشرطة داخل مديرية التربية وإقحامهم في الأمور التنظيمية لها. 3. اقتياد المنسق الولائي لنقابة كنابست إلى مركز الشرطة دون حجة مع توقفه باسم النقابة إلى جانب الأساتذة المدمجين الذين تنكر مدير التربية لحقوقهم القانونية المكتسبة. وللتنديد بهذه الأحداث المهينة لكرامة الأستاذ والتي تشرف مديرية التربية والتي تموس بحرية العمل النقابي، اجتمع المجلس الولائي للنقابة بمقرها الكائن بمنطقة عمران، وبعد تقديم تقارير الجمعية العامة التي دعا إليها المكتب الولائي الموسع بعد الأحداث المؤسفة، وبعد المناقشة والمداولات تقرر ما يلي: 1. الاحتجاج بالتوقف عن العمل يوم الاثنين 3 أكتوبر 2011 بكامل مؤسسات التعليم الثانوي بالولاية. 2. تجمع أمام مديرية التربية في نفس اليوم على الساعة 9. 3. مسيرة باتجاه الولاية، وذلك بالتمديد ب: 1. عدم تعيين الأساتذة المدمجين وخريجي المدرسة العليا للأساتذة والناجحين في مسابقة التوظيف رغم قرار السيد رئيس الجمهورية
والمناشر الوزارية المنظمة لعملية الإدماج، وقرارات اللجنة الولائية المكونة من الوظيف العمومي والمراقب المالي ومديرية التربية مثل باقي الولايات. 2. المساس بحرية العمل النقابي الذي تضمنه القوانين الجمهورية. 3. عدم وفاء مديرية التربية لالتزاماتها بحل مشاكل الأساتذة المسجلة في محاضير مختلف الاجتماعات. 4. الإهانة المتكررة للمربي عموما وللأساتذة خصوصا. 5. التسيير البوليسي لشؤون مديرية التربوي وإقحام الشرطة فيها. 6. الفوضى العارمة والتسيب في مصالح مديرية التربية. البويرة 27/9/2011. لأنها جاءت في نشرة رسمية لوزارة التربية. لقاءات نقابية تمت في الفترة ما بين 20 أبريل 31 جويي 1994. اسمعوا مليح القرن 94. عدة لقاءات مع مختلف النقابات والجمعيات للتشاور حول مختلف القضايا المطروحة على الساحة التربوية. لعل أهم القرارات التي اتخذت في هذا الشأن هي الاتفاق مع الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائري لمراجعة القانون الخاص بعمال التربية ابتداء من سبتمبر 1994، وذلك تنفيذا للاتفاق الموقع بين الحكومة والأمانة العامة في 17 جونفي 1994، حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارة والاتحادية الوطنية لعمال التربية لمراجعة القانون الخاص، وذلك يوم 26/7/1994. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة اجتماعها الأول ودرست الجوانب التنظيمية ومراحل ومستويات النقاش، واتفق الجميع على ضرورة إشراك القاعدة بكل مكوناتها في هذه العملية الهامة، حيث ستنطلق في شهر سبتمبر 1994 على أن تتم الحوصلة النهائية في 20 ديسمبر 1994. وخرج القانون الأساسي الأعوج بعد 14 سنة. يعني اللجان التي تشكلها الوزارة والتي تشكلها الحكومة ربما ستعطي نتائجها بعد 14 سنة واحدة أخرى. والسلام عليكم. ديفن هنا كراباس مسيرة سلمية نحو مقر الولاية كراباس وطالبة الحقوق لازم كلمة الفازل. قرار سياسي شجاع لكن لم تليه قرارات إدارية شجاعة.
المسؤولون على مستوى وزارة التربية ومديرية التربية يتماطلون في تطبيق قوانين الجمهورية. قوانين الجمهورية فقط. C'est bien. Repose-toi, tu le temps. ندعو جمعيات أولياء التنادي إلى الضغط على مديرية التربية. مدير التربية رفض استقبالنا، رفض استقبال الأساتذة بشكلية لنا للمطالبة بحقوقنا. تدخل السيد الوالي وتدخل السلطات الأمنية، لأن السلطات الإدارية خصيصا لأن ما يحدث فيها لا يرضى. هي والسلطات الإدارية. هم راك شايرين الماكلات. لقطاع التربية وأهلوها لقطاع التعليم العالي، وكأن التعليم العالي والتربية في الدرجة الثانية، وهذا مرفوض.
السلام عليكم. نبدأها. فيف الجيري! فيف الجيري! فيف l'application des lois الرئيسية. يحيى تطبيق قوانين الجمهورية. تحيا الجزائر. أجمع لن نطيل عليكم لأن الكلام طال منذ 2003. أكثر من 7 تجمعات أمام مديرية التربية لكن لا جدوى لها. أكثر من 5 اجتماعات مع مدير التربية بمحاضر لكن لا جدوى لها. أكثر من 20 اجتماع مع وزير التربية وأمضى محاضر باسم الدولة الجزائرية، ليس باسم الحكومة فقط بل باسم الدولة الجزائرية، وهذا ما صرح به في التلفزيون. لكن للأسف تنكر لها، لم يفي بوعوده، وكل مرة نحاول رفع رأس الأستاذ إلا وتتدخل آلته الجهنمية لطأطأة رأس الأستاذ، لكن هيهات أن يصل إلى طأطأة رأس المربي ورأس المثقف. المربي هو أساس هذه الدولة التي ضحى من أجلها آلاف أو ملايين الشهداء. نرفض ولن نركع لهذا الوزن. إذا استطاع أن يقوم بحل مشاكل قطاع التربية، وإلا فإن ولاية بويرة تطالبه بالرحيل فليرحل. لقد أهاننا عدة مرات ونرفض أن يهيننا مهما استعمل من أسلحة جهنمية. طبعا أسلحة ليست بمفهومتي لكن بالمفهوم المعنى. لن نطيل، باسمكم جميع الحاضرين وباسم منخرطين في نقابة كرافيل الذين تعذر على البعض منهم الحضور، وباسم الأساتذة بصفة عامة. لا يوجد إشكال مدمج، كلنا أساتذة الآن، ما نزيدوش نهضروا بالمدمجين لأنهم خلاص القانون حصل فيها. باسم الأساتذة جميعا إن قبلوا الكلام باسمه، نطلب من السيد الوالي التدخل مرة أخرى في قطاع التربية الذي وصل إلى الحضيض الأسفلي. نطلب من السيد الوالي التدخل مرة أخرى بشكل فعال لتطبيق قوانين الجمهورية في مديرية التربية في قطاع التربية للأسف في ولاية بويرة الذي كما قلت وصل إلى الحضيض الأسفلي. من يتحمل مسؤولية الوصول إلى الحضيض الأسفلي؟ كل الرأي العام، المسؤولين
غير الأستاذ هو سبب الفوضى، ونحن لسنا فوضويين. كما نطلب مرة أخرى، وهذا ما بقى لنا بعد استنفاذ كل السبل الإدارية من مراسلات وعارضات وبيانات وتصريحات صحفية وتصريحات مكتوبة إلى غير ذلك، نطلب من السلطات الأمنية التحقيق المعمق في مديرية التربية. إن كنا ظالمين فليطبقوا علينا قوانين الشؤون، وإن كان المسؤولون ظالمين فليطبقوا عليهم قوانين الجمهورية. وزارة التربية أعلنها وأتحمل ما أعلن. سيطرت عليها مافيا، وردة. لدينا ملف كامل، المراسلات، التصريحات إلى غير ذلك، سنقدمها إلى السيد الوالي، ثم نفس الملف سنقدمه فيما بعد للسلطات الأمنية. وهذا ما بقي لنا، لأن وزارة التربية خلاص رفع عنها القلم، وأصبحت للأسف تشتري همم بعض الأساتذة وبعض المربين. لن أطيل عليكم لأنني طولت عليكم، سأترك كلمة لجميع. لن أزيده عن كلام الشيخ كبير، فقط نطالب بتدخل السيد الوالي في تسوية أمور المدمجين الموجهين على مستوى مديرية التربية. نطالب مرة أخرى بتدخل السيد الوالي لتسوية وضعية المدمجين الموجهين. نطالب مرة أخرى سيد الوالي لتسوية وضعية المدمجين الموجهين. والسلام عليكم. نعلن عن نهاية الاحتجاج ونهاية المسيرة ونهاية التجمع، فانصرفوا والسلام عليكم وشكرا لكم. لا ننسى 10 أكتوبر اللي هو الصح آخر تجمع.